عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش على تأخير اليوميات. يعني انا قلت لكم ان انا تعبانة شوية، معلش. فالنهاردة ان شاء الله هشارك معاكم يومي. النهاردة هبدأ يومي بمشروب اللي هو الحارق، اللي هو زنجبيل بالليمون. ده زنجبيل فريش انا مفرزاه في الفريزر. قطعته وبعدين حطيته في كيس وهو مفرط كده، علشان يعني فردته عليه الاول لحد ما جمد، بعد كده حطيته في الكيس ده علشان طبعا لما اجي اخد منه يكون كل واحده لوحدها، ما يبقاش لازق في بعضه. مجرد ما بتفكيه بيفك على طول. حطيت اتنين، وطبعا ميه مغليه. على فكرة المشروب ده حلو جدا جدا لحرق الدهون، وممكن كمان تزودي عليه شوية قرفة. انا طبعا نزلتلكوا الفترة اللي فاتت مشروبات كتير يا جماعة، وحاجات كتير تحرق الدهون، لان احنا قلنا الحاجة نمشي عليها شهر وبعد كده نغير بحاجة تانية. طبعا لو في اي حد عنده مشاكل صحية لحاجة معينة يعني بلاش. انا دلوقتي هحط عليها شوية قرفة زي ما قلتلكوا. ممكن برضو تستخدمي الزنجبيل الفريش او البودر، ومعاه ليمون فقط لو انت مش حابه تضيفي قرفه. دايما الحاجه الفريش بتبقى افيد، زي الزنجبيل الفريش كده. والليمون الفريش طبعا غير حتى المجفف. في ناس بتستخدم المجفف ويقال ان هو للتخسيس، بس يعني انا دايما بقول الحاجه الفريش اضمن واحسن. بالنسبه للزنجبيل البودر جربته قبل كده في وصفات، وكان فعلا بيجيب نتيجه كويسه. تمام. انا هقلبه لحد ما يهدى تماما. طبعا الليمون عشان فيتامين سي ما يتكسرش، لازم المية تكون هديت خالص وبقت دافية شوية، مش سخنة قوي. تمام. ممكن كمان بعد كده، يعني بعد ما يهدى خالص، بس انا بصراحة مستعجلة علشان عاوزة الحق لما اخد المشروب بتاعي عشان افطر، لاني جعانة جدا. هعصر الليمون بعد كده، طبعا لما بيهدى بشربه. المشروب ده حلو قوي، وطبعا بتاخديه قبل وجبة الفطار بحوالي نص ساعة. ممكن تاخديه 3 مرات في اليوم او مرتين حسب الوجبات اللي انت بتاخديها. الناس اللي عندها وجع في المعدة ممكن ما تاخديهوش على طول مباشرة. اشربي مية وخدي مثلا تمراية، معلقة عسل. ممكن تضيفي كمان زنجبيل بليمون، وتحليه بمعلقة عسل ابيض، عسل صغيرة، فهيبقى كويس، مش هيضر معدتك بإذن الله. الفطار بتاعي النهاردة مختلف. انا حابة اكل فول سخنته كده كله في الطاسة بشوية ملح وكمون، مش عليه اي زيت ولا اي حاجة. هحط حوالي 3 او 4 معالق من الفول. هنعمل دلوقتي طبق حلو جدا جدا ومشبع جدا. طبعا الفول يا جماعة بقولياته فيه بروتين، ويعني بيشبع جدا جدا جدا، من الحاجات الحلوة قوي للدايت اللي الدكاترة دايما بيوصوا عليها اثناء الدايت. تمام. وكمان بقى لو عملتي له شويه سلطه على بصل على الحاجات الجميله دي، يبقى فول جميل جدا جدا، والطبق بيبقى ما شاء الله كبير. احنا اخدنا بس 4 معالق بالظبط. حطيت عليه سلطه. السلطه دي انا كنت مجهزاها، وكمان كنت مقطعه بصل وحاطه عليه خل وليمون. بجد اللي ما جربش الفول بالطريقه دي هيجربه، هيعجبه جدا. وطبعا نحط نقطة زيت زيتون لو انت حابة، بجد حلوة قوي. طبعا احنا اتكلمنا عن فوائد زيت الزيتون، انه دهون صحية، والدهون الصحية دايما بتشيل الدهون اللي مش صحية، بتنزل اللي هي الدهون اللي بتبقى ثلاثية بسبب بقى الحاجات المقليات والحاجات المضرة دي. طبعا انا هاخد الطبق الجميل دوت بنص رغيف بلدي فقط. تمام. يعني الحاجة اللي انا هغمس بيها نص رغيف بلدي. صدقوني حتى لو خلصت نص رغيف وفات حاجة ممكن تاخديه بالمعلقة. الفول حلو قوي قوي ويخليكي شبعانة من 4 ل5 ساعات. هحط نقطة زيت زيتون حوالي بالظبط معلقة صغيرة. انا قلتلكوا فوائده حلوة جدا. لو انت كمان عاوزة تضيفي زيت حار او زيت بذر الكتان، طبعا احنا اتكلمنا عن بذر الكتان حلو جدا، لانه كله اوميجا 3 ودهون صحية. فطبعا الزيت بتاعه من الحاجات الفظيعة كمان. هو عندي على فكرة، بس انا يعني اكتر طعم بحبه زيت الزيتون مع الفول، مع ان مشهور قوي زيت الحار. دلوقتي انا بعد ما فطرت بحوالي ساعتين، يعني طبعا انا لما شربت المشروب الحارق ما شربتش النسكافيه بتاعي، فبعد كده قلت اشرب نسكافيه. بعمله طبعا زي ما احنا عارفين بطريقة جميلة جدا. مش لازم نشرب 3 في 1 ولا كابتشينو ولا الحاجات اللي هي عليها مبيضات وسكر دي. انا بعمله ازاي؟ طبعا قلت لكم كتير قبل كده. معلقة نسكافيه بلاك او جولد او اي حاجة سادة صغيرة، وعليها سكر دايت حسب الكمية. ولو انتي بتاخدي سكر عادي بكميات قليلة، ممكن تاخدي معلقة واحدة كفاية جدا.
وبتضيف عليه اللبن خالي الدسم، او ممكن تحطي تلته ميه مغليه والتلتين حليب او لبن خالي الدسم. تمام. بجد بيبقى طعمه حلو قوي، وممكن نعمله بفوم هيديكي طعم كمان احلى، وهيبقى بجد حلو جدا. ان شاء الله اعمله معاكم بطرق كتير بفوم الفتره الجايه، يعني اكتر من طريقه، علشان يبقى نستمتع كده كاننا بنشرب كابتشينو. ويعني ما تضطريش خالص ان انت تجيبي اي حاجه تانية من بره. وكمان عملنا قبل كده مع بعض الموكا الدايت اللي هي صحية جدا. حطينا عليها كاكاو خام ونسكافيه، وضربناهم، حطينا الحليب بعد ما اتضرب في الخلاط على النار، بعد كده صبيناه. كانت طعمها يجنن فعلا، انا يعني حبيتها قوي. ان شاء الله ابقى افكركم بالحاجات دي تاني مع بعض. بس هاخد النسكافيه، وبعد كده كمان 3 ساعات هتغدى كده. دلوقتي الغدا طبعا انا يا جماعه الحاجات دي كلها صورتها، وبعد كده بظبط لكم الصوت مع الفيديو يعني كامل. تمام. علشان انا فعلا اتاخرت عليكم الفتره اللي فاتت، لاني ما بقاش عارفه اصور في نفس الوقت اللي انا باكل فيه او بجهز الاكل فيه. فانا قلت بعد كده هاخد صور او فيديوهات سريعه، بعد كده اظبط لكم الصوت. يعني انا مش بعملها دايما، بس اغلب الوقت لما يكون الوقت ضيق عندي بعمل كده. الغدا طبعا النهارده كوسه. الكوسه دي بعملها ني في ني، عملتها معاكم كتير جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه الكوسه من الخضار الحلو قوي قوي، اللي بيحسس فعلا بالسعاده، يعني مفيد جدا وسعراته قليله. يعني انا بصراحه بحب الكوسه جدا، مع اني زمان ما كنتش بحبها. بس دلوقتي بحبها قوي. هي فعلا سعراتها بسيطه وجميله كده وبتساعد على التخسيس، لانها يعني ما فيهاش اي سعرات. حاجات بسيطة جدا، وطريقتها كمان ني في ني، وكمان ليها فوائد حلوة جدا. تمام. فهعملها بفراخ، طبعا فراخ مشوية في الفرن. وانا عن نفسي بشيل الجلد وبتبلها زي ما احنا شايفين، شكلها حلو جدا اهي، ولا متحمرة ولا اي حاجة، مجرد ان انا بشيل الجلد وبتبلها بملح وفلفل وبصل مبشور وكويس جدا. طبعا بكون نقعها الاول في ملح وليمون، وبعد كده بتبلها وبجهزها. طبعا صينيه الكوسه عملتها معاكم كتير، بقطع عليها بصل وفصين توم وطماطم، عصير طماطم. وبحطي بقى البهارات اللي انت عاوزاها. عايزه تحطي ملح، فلفل، بابريكا، كاري، توم باودر، بصل باودر، بس ما كتريش قوي من التوم والبصل باودر عشان ما تبقاش مره او يديها نكهه مش حلوه. البابريكا والكاري من الحاجات الحلوه جدا في وصفات الفراخ. بس. وممكن بقى تحمريها بشوية صلصة او عصير طماطم الفراخ، يعني علشان تحمر. وده كان شكلها النهائي. طبعا انا اخدت حوالي 3 معالق بس رز، لاني انا واخدة طبق كوسة كبير فبيشبعني جدا. ممكن كمان نعملها سوتيه، بتبقى حلوة قوي ومشبعة، ونعمل معاها جزر. بعد الغدا بحوالي ساعتين قلت اخد سناك كده، لان احنا طبعا في الشتاء والجو برد، بدل ما اضطر اخد حاجة كده ولا كده، حاجة حلوة حاجة مسكرة. انتوا عارفين بقى البيت اللي بيبقى فيه اطفال بيبقى دايما فيه الحاجات الحلويات وكده، فانا بصراحة بحاول ابعد عنها. فلما بكون عايزة حاجة مسكرة ممكن اخد فاكهة. الفاكهة حلوة جدا. هاخد تفاحة، وده مش معناه ان انا ما بضعفش ولا باكل، لا انا باكل وساعات ببوظ كتير جدا. الفترة اللي فاتت بوظت كتير. بس احسن حاجة ان احنا لما نبوظ نحاول نرجع بسرعة، علشان ما نضيعش اللي احنا عملناه. حتى لو زدتي في الوزن مش مشكلة، ما تقعديش تأنبي في نفسك، لا ارجعي على طول. ظبطي اكلك تاني. صدقيني لو انت لحقتي نفسك تاني يوم او على طول، ما اديتيش فرصة لنفسك ان انت تستمري في الغلط وتتعودي على الاكل تاني. وانسي اللي حصل خالص. ابدأي كلي اكل صحي، ونظمي وجباتك، واعملي اللي عليكي، وان شاء الله هتخسي تاني. ما تقلقيش خالص. حتى لو بوظتي ما تقوليش انا هتخن، طب بتقعدي تسالي بقى طب انا كده هتخن يا ضحى، طب انا ما اعرفش ايه. ما تفكريش، اللي حصل حصل. اهم حاجه اللي جاي. طول ما انت في ايدك ترجعي تاني تظبطي كل اللي انت عملتيه وبوظتيه، ما تقلقيش خالص. ودي احسن حاجه بتساعدك على ان انت تستمري في الدايت بالذات. ان انت بعد ما تبوظي لازم كمان تقوي عزيمتك اكتر، ويبقى عندك اراده اكتر. اخر حاجه بقى، زي ما انا اتكلمت معاكم كتير جدا، الزبادي بليمون. ممكن لو باخد اي وصفه خلال اليوم ممكن اخدها عادي. والزبادي عموما حلو قوي، بينظم الهضم، والجهاز الهضمي مفيد جدا للجهاز الهضمي. كمان سعراته بسيطه. حتى لو انا باخد زبادي كامل الدسم على فكره مفيهوش ضرر خالص، انا سعراته قريبه.
ومش دايما بيبقى متوفر الخالي الدسم، فانا ما بقتش اعود نفسي عليه خالص يعني. ده موجود او ده موجود عادي مش مشكله. بعصر عليه نص ليمونه وباخده، فعلا بتنزل البطن. وهتعرفي كده لما تاخدي مقاسات بطنك قبل وبعد، يعني على الاقل استمري عليه شهر كل يوم. في الاول بيبقى طعمه مش قد كده، بس بعد كده هتتعودي عليه. وطبعا خلال اليوم شربت حوالي 3 لتر ميه. اشربي من 2 ل 3 لتر ميه. ده كان يوم النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم. يا ريت بقى، انا بقالي فتره ما عملتلكوش فيديوهات، فشجعوني باللايك والشير. ولو انتم مش مفعلين الجرس، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتشوفوا الفيديوهات، لان نسبه التفاعل قليله، فاكيد انتم مش مفعلين الجرس. اتمنى انتوا تعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله انتظروني في يوميات جديده وفيديوهات جديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.